ان هو ميه عاديه، يعني بصوا كده ميه عاديه خالص اهو. ركز بقى معايا، لانك لو شربته غلط ممكن يعمل لك ارتجاع على المريء. تمام، ركز بقى بالراحه كده وصلي على النبي واعمل لي متابعه وفرحنا بلايك. بص يا سيدي الفاضل، المفروض اعمل ايه عشان اخس واظبط جسمي؟ لازم اشرب ميه كويس. طيب الميه دي في ليها مواصفات؟ ليها مواصفات وليها مواعيد. لو حضرتك شربت كميه ميه كبيره هتلاقي ان انت، في معظم الناس هتيجي تقول لك ايه، اشرب ميه كتير عشان تخس. الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده مش صح. قبل ما تهاجم استنى بس وصلي على النبي. بص يا سيدي الفاضل، لو انا شربت مره واحده الكميه كلها او شربت نصها في نصها، ده ممكن يعمل لي ارتجاع على المريء، وبالذات على الريق الصبح او قبل ما انام كويس، او بعد الاكل. ده ممكن يعمل لي ارتجاع على المريء ويعمل لي مشاكل جامده جدا في معدتي جدا، وممكن يجي لي حاجه اسمها تسمم ميه. ركزوا بقى في اللي انا بقوله. طب الصح اشرب ايه؟ الصح عشان بشرتك وشعرك وجسمك وجسمك والكلام ده كله واولادك والكلام ده كله، ما بقاش عطشان واشرب مره واحده. وانا مثلا كاتب لك في البرنامج التدريبي مثلا، في برنامج غذائي كاتب لك نشرب 4 لتر، تقوم انت ايه، كل 4 ساعات تاخد لتر. لا، انا مش عايزك تعمل كده. الصح ان انا اشرب كل نص ساعه وكل ساعه كوبايه ميه لكوبايتين ميه بس كده، ما تشربش اكتر من كده. كل ساعه اشرب كوبايه ميه، ده هيجدد الدم في جسمك وبيزود النضاره في وشك وبيحسن مستوى الدم في جسمك جدا والسوائل في جسمك، وتحس دايما في نشاط، ما تحسش ابدا بخمول، تحس ان انا فايق جدا. طب في النهايه بقى، دي ميه ولا مش ميه؟ دي ميه عاديه خالص. الفكره ان انا اشربها صح ازاي؟ كل ساعه اشرب ازازه ميه لازازتين ميه، اللي هي زي كوبايه الشاي كده. اني احبكم في الله، هتخس من غير ما تحس. سلام عليكم.